الحكايه اليوم اخبار الاسبوع ده لازم تتحط تحت بند واحد بس، احيه. استكمالا للحلول السحريه اللي بيقدموها الوزراء الايام دي، وزير التموين الهمام قال ان احنا ما عندناش ازمه في الرز ولا حاجه، بس الموردين هم اللي مش راضيين يوردوا لنا. ما هي وزاره ما يعلم بيها الا ربنا حضرتك. بس قال لك مش مهم، احنا هناكل مكرونه بدل الرز وبلاش نعمل محشي الايام دي. اسم النبي حرصك وصينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. البرلمان المصري الجاحد قدم طلب عشان يقابل رئيس الجمهوريه. طب ليه؟ قال لك عشان يشتكي له من الحكومه وبلاويها واللي عاملاه. احي، هو مش انتوا يا كباتن اللي وافقتوا على برنامج الحكومه دي؟ ثانيه واحده، احي تاني، هو مش انتوا السلطه التشريعيه برضو؟ ومش انتوا اللي بتسحبوا الثقه من الحكومه وبتجيبوا للشعب مطالبه؟ احي، هو انتوا قلبتوا على عبد الباسط حموده في نفسكم قوي كده ليه؟ انا مش عارف انا كنت فين، انا مش انا. ومن ضمن الاحيان اللي احنا فيه، السعوديه قررت انها تعمل معانا الجلاشه. بعد ما وقفت تصدير البترول لينا، قررت انها توقف التعامل بالجنيه في شركات الصرافه في السعوديه. بقى ربنا ما يرضاش بالظلم. مش بس السعوديه، امريكا كمان قررت انها تعملها معانا، ووقفت المساعدات الاقتصاديه اللي كانت جايه لمصر وقيمتها 108 مليون دولار، وقالت ان مصر لا مؤاخذه يعني كده عندها معوقات هتمنعها انها تستخدم الفلوس دي بطريقه فعاله. وزارة التربية والتعليم واضح كده انها محتاجة درس في الجغرافيا، وده بعد ما سلمت كتاب الانجليزي بتاع تانية اعدادي وحطت فيه حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان. بس النائب سامي هاشم عضو لجنة التعليم مسكتش الحقيقة، وقال انه لازم يتفتح تحقيق لان ده بيعتبر تزوير في تاريخ مصر. يا راجل ما تدقش قوي كده يعني، انا حاسة ان انا في يوم من الايام ممكن اصحى الاقي شارع العريش والمريوطية كده في اثيوبيا وحياتك. رغم ان الدراسة بدأت بقالها اكتر من شهر، الا ان طلبه كتير لسه ما استلموش الكتب. الوزاره قالت ان السبب هو ارتفاع سعر الدولار والطباعه ونقص الورق، وبعدين قالت وايه يعني، ما هو كده كده الطلبه هيستلموا الكتاب، الاهلي بس هي اللي مستعجله. طب يلا عشان مستعجله خالص، مستعجله قوي. وبجمله الاحيه، مصلحه الضرايب قالت انها ما بتفكرش انها تطبق قانون ال5% على الناس اللي دخلها اكتر من مليون جنيه في السنه، وقالت ان القانون ده اتطبق مره واحده بس سنه 2014 وما بتفكرش انها تطبقه مره تانية. هو ليه معامله مرات الاب دي حضرتك؟ يعني الغلابه تطبقوا عليهم قانون القيمه المضافه وكمان دخلهم ما بيزيدش الواحد فيه عن ال10,000 جنيه في السنه؟ احي، قول حسبي الله ونعم الوكيل. بس احنا بخير والله يا جماعه، ما تقلقوش. مش معنى ان في ناس مش لاقيه سكر ولا زيت ولا بنزين ولا الناس اللي مش لاقيه تاكل اصلا اننا ما نبصش للناس اللي وقفت طوابير وقطعت بعضها عشان تشتري الايفون 7 اول ما نزل مصر، واللي ثمنه من 14 ل 20,000 جنيه. امال يا جماعه مين اللي هيشير بوستات الغلابه ويتكلم عنهم ويتكلم عن الازمات؟ الحاجات دي بتحتاج كواليتي برضه، بلاش حقد، ادعوا لهم. ربنا يكرمه يا رب يا رب. واضح يا جماعه ان الحاجه اتقلت بركتها، حتى الحب. بعد قصه الحب العنيفه اللي كانت بين الفنانه روبي وجوزها المخرج سامح عبد العزيز والصور بقى على الفيسبوك والاحضان، واضح انهم اتنقروا عين. والفنانه روبي اتقمصت شخصيه رشا الورداني في فيلم محامي خلع، ورفعت قضيه على جوزها اللي اسمه سامح برضه. لما المحكمه بقى سالتها طالبه الطلاق ليه يا رشا، قصدي يا روبي، قالت لهم اخاف الا اقيم حدود الله. انظروا الي وانظروا الي. السلام عليكم. خبر عاجل، ظهور نوع جديد من الزومبيز وهو ينتشر الآن على كوكب الأرض